لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى سورة الأنفال والتوبة. سورة الأنفال هي تسمى بسورة بدر، لأن نزل فيها آيات تتكلم عن غزوة بدر. نزلت بعد البقرة، نزلت بعد سورة البقرة، ونزلت بعدها سورة آل عمران، وقيل نزلت بعد آل عمران ونزلت بعدها الأحزاب. ففي خلاف كده في ترتيب النزول بتاعها. في قول يقول نزلت قبل آل عمران، وقول يقول نزلت بعد آل عمران. سورة مدنية، طبعا نتكلم عن غزوة بدر مدنية. قيل إلا 7 آيات، إلا 7 آيات نزلت بمكة، وهي قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر هذه الآيات ال7. وقيل إنها مدنية غير قوله يا أيها النبي حسبك الله، لأنها نزلت في عمر لما أسلم. وقيل هي أول المدني، واختلف في وما كان الله ليعذبهم. ده هنا كلام الشيخ عبد الرزاق، ده كلام الشيخ عبد الرزاق بيقول إنها قيل إنها أول مدني، واختلف في وما كان الله ليعذبهم. وعدد آياتها الإجمالي 75 كوفي، و76 حجازي وبصري، و77 شامي. يبقى هنا 75 كوفي، 76 حجازي وبصري، 77 شامي. نظيرتها في المدني سورة الحج، إن سورة الحج في المدني 76. وفي الكوفي سورة الزمر، سورة الزمر نظيرتها في الكوفي. وفي الشامي الفرقان. ولا نظير لها في المكي والبصري، ملهاش نظير فين؟ في المكي والبصري. أما سورة التوبة فهي مدنية، قيل إلا الآيتين الأخيرتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال مجاهد: هي آخر سورة نزلت بالمدينة. وقيل نزلت بعد سورة الفتح، وقيل بعد أواخر سورة الفرقان. ولم ينزل بعدها سورة، ما نزلش بعدها سورة كاملة. ولا نظير لها في عدد آياتها، هكذا ملهاش نظير في عدد آياتها. عدد آياتها الإجمالي 29 و100 كوفي، و30 للباقي، يبقى 129 كوفي و130 للباقي. تسمى من مسميات السورة، لها مسميات كثيرة، منها الفاضحة، والمقشقشة، المبرئة من النفاق، والمنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين. منقرة إنها نقرت عما في قلوب المشركين. والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. والمثيرة لأنها أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. والمبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين. والمخزية، والمنكلة، والمدمدمة.
من دمدم أي طحنهم فأهلكهم، والمشردة وشرد القوم أي فرقهم أو فضحهم وأداع عيوبهم. ودي اللي إيه الشرع عملتهم اللي هي فضحت المنافقين وأداعت عيوبهم. قال المصنف رحمه الله: وفي يغلبون الشامي كالبصري اتبع أولا مفعولا عن الكوفي دع. يبقى شيخنا هيذكر الخلافات أو المواضع التي اختلف فيها بين علماء العدد في سورة الأنفال. فقال فيها ثلاثة مواضع. الموضع الأول وهو ثم يغلبون. بيقول لي هنا الشيخ الشامي والبصري عدى يغلبون آية. إذن بقية القراء بقية علماء العدد اللي هو المدني والمكي والكوفي لم يعدوا هذا الموضع آية. عد هذا الموضع المشاكلة. ليه بقى المشاكلة؟ قبلها تكفرون وبعدها يحشرون، ودي يغلبون، فكده ايه في مشاكلة في حرف المد، مش كده؟ وتمام الكلام لأن بعدها ايه والذين كفروا وهو استئناف، والذين كفروا جهنم يحشرون وهو استئناف، فكان كلام جديد. شيء وجه الترك قصر الآية بعدهم اللي هي ايه والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، قصيرة بالنسبة لإيه لما قبلها. أولا مفعولا عن الكوفي دع، اترك عد مفعولا الأول للكوفي، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة. ترك الكوفي عد هذا مفعولا هذا وعده الباقي، وقيده بالأول يخرج الثاني. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويخليكم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا إلى الله ترجع الأمور. مش كده؟ عشان كده قال لي الأول عشان الثاني ما فيهوش خلاف. يبقى هنا إيه؟ بيبين إن الأول ده الخلاف وقع في الأول ولم يقع الخلاف فين؟ في الثاني. وجه العد المساواة. مساواة في إيه؟ في طول الآيات. وجه الترك الإجماع على ترك الثاني اللي هي إيه؟ وإلى الله ترجع الأمور. ده ليس فيه إيه عد الأحد، كل القراء متفقين على إيه؟ على تركه. وعدم المشاكلة. لأن مفعولا أن إيه؟ لم تشاكل ما قبلها وما بعدها في الحرف. وكذلك لو احنا نظرنا هنجد فيه كمان ايه عدم تمام الكلام. شيء ليهلك بدل من ايه من ليقضي، مش كده؟ لكن ليقضي الله امرا كان هو ليهلك، مش كده؟ فليهلك هنا بدل من ليقضي. وفي البعض قال لي ده ممكن تعرف كمان متعلقه بمفعولا. ما هذا المفعول؟ ليهلك، مش كده؟ يبقى اما متعلق بمفعول او بدل من ليقضي. فلذلك ايه في تعلق في الايه في الكلام. يبقى الترك هنا اما تعلق الكلام او عدم الايه المشاكله والاجماع على ترك الايه الثاني. يبقى كده الترك عندي لثلاث حاجات: عدم المشاكله والاجماع على ترك الثاني، وثالث حاجه التعلق. بالمؤمنين الكل لا البصري يعد. يبقى كل قراء عده هو الذي أيدك بالنصرية، وبالمؤمنين التي بعدها وألف بين قلوبهم وتركه البصري. وجه العد المشاكلة. للمؤمنين بعدها ايه ولا بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ان الله الف بينهم انه ايه عزيز حكيم. مؤمنين حكيم، في مشاكله فين في الحرف قبل الاخير. وجه الترك التعلق.
عدم انقطاع الكلام لتعلق ما بعده. وألف بين، هنا ألف أيدك وألف، ألف هنا معطوف على إيه؟ على أيدك. مشبه الفصيلة المعدود 4 به الأقدام كل بنان عذاب النار فلا تولوا من أدبار. وهذه المواضع فقط مشكلة وهي معدودة باتفاق. أما المتروك فهي 10. أولئك هم المؤمنون رجز الشيطان عن المسجد الحرام إلا المتقون ويكون الدين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في الميعاد مفعولا الثاني على القتال فوق الأعناق. المفعولا الثاني متروك مع أنه يشبه الأولاني المعدود عند البعض. سورة التوبة. والمشركين الثاني للبصري ورد. بيقول هنا عد البصري المشركين الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الآية الثانية اللي هي ايه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأول براءة من الله ورسوله الذين عدتم من المشركين دي معدودة بالإجماع. والثالث ثم لم ينقصوكم دي متروكة بالإجماع. وهنا ايه بيقول الخلاف فين؟ في الثاني. يبقى في واحدة معدودة بالإجماع وهي الأول، وواحدة متروكة بالإجماع اللي هي الثالثة، واللي في النص الثانية دي في خلاف بين القراء أو بين علماء العدد فيها. وجه العد انعقاد الإجماع على العد الأول، صح كده؟ والمشاكلة. وجه الترك تعلقه بما بعده، لأن قوله تعالى ورسوله بالرفع على محل اسم إن مع الإجماع على ترك الثالث. يبقى هنا إيه؟ يقول لي وجه الترك تعلق لأن رسوله هنا مع إعرابه مرفوع على محل اسم إن شيء اللي هو المبتدأ. أن الله بريء، مفترض هنا أن الله ورسوله شيء. والإجماع على ترك الثالث. رسوله فيها 3 إعرابات. الإعراب الأول مبتدأ وخبره جملة بريء، ورسوله بريء. صار كده؟ يعني هنا يبقى هنا في الحالة دي بقت رسوله إيه؟ جملة جديدة. هيبقى الواو استئناف، بقت رسوله هنا مبتدأ وبعدها إيه؟ وبريء ده خبر، مش كده؟ أو معطوف على محل اسم إن زي ما قال لي اسم أن الله بريء شيء ورسوله وأن رسوله بريء شيء. محل اسم إن طبعا إيه؟ الابتداء، المفترض اسم إن مبتدأ شيء معطوف على الضمير المستتر في الخبر. أن الله بريء من المشرك بريء هو، مفترض بريء هو ورسوله أيضا. معنى كده يبقى تقديرها هنا اصل بريء دي جمله فعليه شيء في محل ايه؟ رفع الخبر شيء. فتقديرها بريء هو شيء، بريء هو بريء هو من المشركين كده. تقديرها كده ان الله بريء هو من المشركين، تقديرها كده. فرسوله هنا معطوفه على الضمير هو ده. اصل كده يبقى ايه؟ يبقى في الحاله دي على الاعراب الاول وعلى الاعراب الثاني والثالث، يبقى في الحاله دي ما ينفعش نقف على المشركين. اما على الاعراب الاول ينفع. يبقى كده قراءه البصري او عد البصري هنا يصح على تقدير ان رسوله جمله جديده اللي هي مبتدا وايه وخبرها بريء منه، مش كده؟ ورسوله بريء تقديره كده. لكن على اعرابه ان هو في محل رفع اسم ان او معطوف على الضمير في بريء، في الحاله دي ما ينفعش ايه؟ ما ينفع. يبقى ده يؤيد قراءه التاركين او عد التاركين، او يؤيد ايه؟ من ترك العد. اسم مش قراءه. يؤيد من ترك العد، يؤيد ان هو ايه؟ اما معطوف على الضمير او على اسم إن. وصلت مرفوع بقى محل رفع اسم إن شيء اسم أن. يبقى كده احنا لنا وجهتين في الإعراب، كل وجهة منهم بتؤيد
عد من عد أو الترك. والقيم الحمصي عدا نقله، وللدمشقي أليما أوله. بيقول الشيخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين المواضع الباقية من سورة التوبة، فذكر في الشطر الأول من البيت الأول الموضع الثاني وهو القيم، ذلك الدين القيم. أخبر أن الحمصي قد نقل عده ولم ينقله غيره، اللي بيعدوا الحمصي بس، بيت القراء كلهم بيتركوه. وجه العد المساواة، الآية طويلة والقيم دي كانت في نص الآية، فما قبلها تساوى مع ما بعدها. ماشي. أما وجه الترك عدم المشاكلة للطرفين، قبلها تكنزون وبعدها المتقين، مش كده؟ والقيم هنا لا فيها مد، حرف مد يشابه ده ولا يشابه ده، مش كده؟ الموضع الثالث وللدمشقي أليما أولا، أي أليم في الموضع الأول منه عده الدمشقي وتركه الباقي شيء منه الحمصي، مش كده؟ لو إلا تنفذوا يعذبكم عذابا أليما بعدها ويستبدل قوم غيركم شيء، فهو معدود للدمشقي متروك لغيره، وقيده بالأول ليخرج الثاني ويتوب يعذب عذابا أليما في الدنيا والآخرة اللي في وسط السورة. فلا خلاف في تركه لأهل العدد. وجه من عده انعقاد إجماع على عد نظائره في القرآن، مش في السورة، في مواضع كثيرة معدودة أليما في القرآن غير السورة دي. ماشي. وجه الترك عدم المشاكلة، وتعلق ما بعده بما قبله، وانعقاد الإجماع على ترك الثاني. ليه بقى التعلق؟ بعدين ويستبدل مع أطفال يعذبكم، ولا تضروه مع أطفال يستبدل، مش كده؟ فكلها مرتبطة ببعضها. عشان كده ايه تركوا لتعلق الكلام ما بعده بما قبله. ثمود عند المدنية الأولي عد كذا للثاني والمكي انقلي. بيقول لي لفظ ثمود وعاد وثمود ذكر الناظم أنه معدود للمدني الأول والثاني والمكي، وهو الايه؟ وهم الحجازيون، فيكون متروكا عند البصري والشامي والكوفي. وجه العد انعقاد الإجماع على عد نظائره، زي بتاعت سورة هود كده، لثمود شيء ألا بعدا لمدن كما بعدت ثمود مثلا شيء. والأولانية بتاع قصة لثمود برضه شيء ألا بعدا لثمود معدودة، فمعدود اثنين في سورة ايه؟ سورة هود. وجه الترك أن ما بعدها متصل بها، اتصال الكلام. ليه؟ وقوم إبراهيم مش كده؟ وأصحاب مدين والمؤتفكات، مظبوط؟ وعدم موازنته لطرفين، لأن قبلها الخاسرون وبعدها يظلمون، مش كده؟ ودي ثمود، لا ايه؟ لا شكلت دي ولا دي العدد، الوزن هنا مش المشاكله، الوزن يعني يكون في مشاكله بس مفيش وزن. شيء الخاسرون فاعلون ويظلمون يفعلون او يفعلون، لكن هنا ايه؟ ثمود على وزن ايه؟ فعول، مش كده؟ مشبه المتروك 7 وزاد بعضهم 9، فالمجموع 16. إلا أن عدتم من المشركين إلى الموضع الثالث في إخوانكم في الدين يعذبون عذابا أليما، اللي هو الموضع الثاني. وما على المحسنين من سبيل من الأعراب منافقون فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون لهم ما يتقون. وترك الشاطبي 9 الأول وقاتلوا المشركين، والثاني برحمة منه ورضوان، والثالث منهم من يلمزك بالصدقات، والرابع ويؤمنوا للمؤمنين، والخامس يجدون ما ينفقون، والسادس من المهاجرين، والسابع أن يستغفروا المشركين، والثامن على النبي والمهاجرين، والتاسع أنهم يفتنون. مشبه المتروك ذكر العلامة البنا الدمياطي 2 من المشركين عند من عدهم وقوم مؤمنين. كده خلصنا سورة الأنفال والتوبة. إن شاء الله المرة الجاية نكمل إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.